السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد من اعظم المواقع الاثريه اللي كيتميز بها المغرب، وليلي او فولوبيليس كما كانت معروفه في العصر الروماني. هي وحده من اقدم واهم المدن التاريخيه في المغرب، كانت مركز حضاري وتجاري كبير، وكانت كتمثل ملتقى الثقافات والشعوب اللي جاو من مختلف انحاء العالم. في هذا الفيديو غادي نستكشفوا مع بعضنا العمارة الفريدة ديال المدينة، نتعرفوا على السكان اللي عاشوا فيها، ونكتشفوا المعالم التاريخية اللي كتبقى شاهدة على المجد ديال وليلي. اكتشفت فولوبيليس لأول مرة في القرن 17، ولكن التنقيبات الجدية بدات للقرن العشرين. الموقع كاين في الشمال الشرقي للمغرب قريب من مدينة مكناس، وكيتعتبر من بين أفضل المواقع الأثرية الرومانية اللي مازالين محافظين عليهم في العالم. تأسست وليلي في القرن الثالث قبل الميلاد على يد الأمازيغ، ولكن مع الوقت وخصوصا في القرن الأول بعد الميلاد الرومان دخلوا للمدينة وضموها للإمبراطورية ديالهم باش تولي جزء من المقاطعة الرومانية موريتانيا الطنجية. الإمبراطور تيبريوس كان عنده دور كبير في تنظيم المدينة وتطويرها، خصوصا في بناء البنايات العمومية اللي كتعكس العمارة الرومانية العريقة. في هذا البناء ديالهم كانوا كيستعملوا الخرسانة، واللي هي مزيج من الرمل والحجر والجير، وهذه المادة كان عندها قدرة كبيرة على التحمل والمرونة، وهذا الشيء اللي خلى البنايات تدوم الآلاف السنين. كانوا كيستعملوا حتى الحجر المنحوت في بناء المداخن والأعمدة والواجهات. بالنسبة للطرق كانت تنظم الحركة والتجارة. هذه الطرق كانت مبنية بأساسات قوية اللي كتستخدم طبقات متعددة من الحجارة المكسرة والرمل. هذا الشيء اللي خلاها متينة وقادرة على التحمل. كانوا الرومان متقدمين في مجال إمدادات المياه، واللي كانوا كيستعملوا فيها الأقنية، واللي هي قنوات مائية كانت كتنقل الماء من مصادر بعيدة للمدينة. هذه الأقنية كانت مبنية بعناية، كان عندها ميل خفيف باش يضمن تدفق الماء بشكل مستمر. هذه التقنية مكنت المدينة من الحصول على كمية كافية من المياه باش يلبيو احتياجات السكان. باش يتحكموا في المياه الزائدة ومنع التلوث كانوا الرومان كيستعملوا أنظمة الصرف المتطورة. هذه الأنظمة كانت كتضمن قنوات تحت الأرض وأنابيب لنقل المياه العادمة بعيد عن المنطقة السكنية. الشوارع كانت مزودة بنظام تصريف الأمطار عبر المجاري المغطاة، وهذا الشيء ساعد على نظافة المدينة ومنع تراكم المياه في الشوارع. هذه الابتكارات الرومانية ما زالت كثير الإعجاب وكتعكس مستوى التقدم الهندسي والمعماري ديال الرومان. وليلي ما كانتش غير مدينة رومانية، ولكن كانت واحد المدينة اللي كتجمع بزاف ديال الشعوب والعرقيات بحال الموريتانيين، واللي هما السكان الأصليين ديال المنطقة. كانوا كيتسماو الموريتانيين حيث هما السكان الأصليين اللي عايشين في موريتانيا الطنجية، واللي هي منطقة شمال غرب إفريقيا بما فيها جزء من المغرب الحالي. هاد الموريتانيين هما الأمازيغ، واللي كان عندهم ثقافة ولغة خاصة بهم قبل ما يجوا الرومان ويستقروا في المنطقة. كانوا حتى اليونانيين والفينيقيين واليهود اللي كانوا معروفين بالتجارة ديالهم. هذا التنوع الثقافي خلى فولوبيليس واحد المدينة اللي غنية بالعادات والتقاليد والثقافات واللغات المختلفة، وكان عنده حتى تأثير كبير على المعمار، الفنون، وحتى على النظام الاجتماعي والاقتصادي ديال المدينة. فولوبيليس كانت كتعتبر مركز تجاري مهم في الإمبراطورية الرومانية، وكانت مشهورة بإنتاج وتجارة مجموعة متنوعة من السلع. أبرز المواد التجارية كانت الحبوب، خصوصا القمح والشعير، إضافة لزيت الزيتون اللي كان عنده جودة عالية وكيتصدر لمناطق مختلفة. المدينة كانت مشهورة حتى بصناعة النبيذ والملابس والأنسجة. إلى جانب المنتجات الزراعية كانت المدينة مركز لتجارة التوابل والعطور والسلع الفاخرة بحال التحف الفنية والمجوهرات. ما ننساوش حتى صناعة الفخار اللي كان كيلعب دور كبير في الحياة اليومية وفي التجارة، حيث الحرفيين كانوا كينتجوا أواني الفخار عالية الجودة، واللي كانت حتى كتصدر لمختلف المناطق الإمبراطورية. كانت المدينة معروفة حتى بصناعة الجلود، حيث الثروة الحيوانية في المناطق المجاورة ساهمت في تطوير صناعة الجلود اللي كانت تتصنع منها الأحذية، الحقائب والأحزمة. هذا التنوع ديال السلع خلى فولوبيليس تكون مدينة اقتصادية رئيسية في ذاك الوقت. المدينة كانت مقسمة لعدة مناطق رئيسية، منها الفوروم واللي هو ساحة كبيرة كيتجمع فيها السكان، وكان بمثابة القلب النابض ديال المدينة. كانت كتقام فيه جميع الأنشطة السياسية الاجتماعية الاقتصادية وحتى الدينية. وحتى السلطات الحاكمة كانت كتجمع فيه باش يناقشوا قضايا اللي كتهم المجتمع.
كان محاط ببنايات عمومية مهمة بحال المعابد، المحاكم والمباني الإدارية. الناس كانوا تيجيو للفورم باش يتجمعوا، يتبادلوا الأفكار، يناقشوا الأحداث اللي وقعوا، ويحتفلوا في المناسبات الدينية والوطنية، ويتسوقوا حيث الأسواق كانت كتقام في الهوامش ديال الفورم. والباعة كانوا تيجيبوا المنتجات من جميع أنحاء الإمبراطورية. هذا الفورم كان مزيان بالموزايك اللي كان كيعطي منظر رائع للساحة، وكانوا فيه حتى معروضات ديال التماثيل اللي تتخلد الأباطرة والآلهة الرومانية اللي تشهدوا على العمق الثقافي والديني ديال المدينة. وليلي كانت محاطة بأسوار دفاعية قوية، وكانوا كاينين بزاف ديال المنازل الفخمة اللي كتدل على الترف ديال السكان ديالها. هاد الديور كانوا تيشكلوا جزء كبير من الجمال المعماري ديال المدينة، وكانت كتدل على الرخاء والتقدم اللي وصلوا ليه السكان ديالها في الفترة الرومانية. الديور ما كانوش منازل عادية، ولكن كانوا قصور صغيرة واللي كيعكسوا مستوى المعيشة المرتفع للطبقة الراقية اللي كانت كتسكن في فولوبيليس. العائلات الغنية كانت كتعيش في واحد الرفاهية اللي كتظهر من خلال تصميمات المنازل ديالهم. أول حاجة تتميز هاد الديور هي المساحة الكبيرة ديالها. هاد المنازل كانت مكونة من بزاف ديال البيوت الواسعة، وكل بيت كان عنده واحد الدور اللي خاص به. كانت كاينة غرف اللي مخصصة للنوم، وغرف أخرى للضياف، ووحدين اخرين للمناقشات والحوارات اللي كانت كتجمع بين افراد العائله او الزوار. الغرف كانت مزينه بالزليج الروماني، وخصوصا الموزايك اللي تيتميز برسومات فنيه رائعه تتصور مشاهد من الاساطير اليونانيه والرومانيه والحيوانات ومشاهد الصيد. هاد الديور كان عندهم حتى حدائق داخليه واسعه، واللي تتكون محاطه باعمده حجريه، وهي مكان الاستمتاع بالهواء الطلق والاسترخاء، وكانت كتزين بالنباتات والزليج. الديور الفخمة كانت مجهزة بأنظمة متقدمة ديال الصرف الصحي والتدفئة، وهي حاجة اللي ما كانش متوفرة في الديور العامة ديال الناس. وكانت عندهم حتى حمامات خاصة داخل الدار، وهذا الشيء مؤشر واضح على التقدم اللي كانت عايشاه المدينة في ذاك الوقت. البهو الرئيسي ديال هاد المنازل كان مخصص لاستقبال الضيوف، وكان كيتزين بالتماثيل والموزايك باش يعطي انطباع بالقوة والثراء ديال أصحاب الدار. القاعة الرئيسية كانت فيها نوافذ كبيرة اللي تتخلي الضوء يدخل. بالنسبة للمطبخ فكان عنده واحد الدور اللي مهم، حيث كان المكان اللي تتحضر فيه الطعام للعائلة. وفي بحال هاد الديور الفخمة المطبخ كان غالبا كيكون في واحد الزاوية بعيدة على الغرف الرئيسية باش الدخان والروائح ما يوصلوش للأماكن السكنية. المطابخ داك الوقت كانوا مجهزين بفران ديال الطين أو الحجر اللي تيتسخن بالحطب باش يطيبوا الخبز والمأكولات. كانوا كاينين حتى اواني طينيه وبرونزيه اللي تتستعمل للطهي ولتخزين الماكله. المطابخ كانوا تيقدروا يكونوا فيهم صهاريج صغار باش يحتفظوا بالمياه الضروريه للطبخ والتنظيف، وكانوا كيسخروا العبيد باش يطيبوا الاكل ويقوموا بتنظيف المطبخ بشكل يومي. وحده من هاد الديور الفخمه المشهوره هي دار أورفي، وهي من اهم المنازل الاثريه واللي كتتميز بالزخارف والفسيفساء الرائعه اللي مازالين محافظين على جزء كبير منهم حتى اليوم. واحدة من أشهر الفسيفساء اللي كاينه في الدار وهي الفسيفساء اللي كتصور أورفي الشخصية الأسطورية، وهو كيعزف على القيثارة ديالو وكيسحب الحيوانات من حوله بالموسيقى ديالو. المنازل بحال الدار ديال أورفي كانت كتشهد على الرخاء والترف اللي كانوا كيعيشوا فيه السكان الأثرياء. المعالم الشهيرة اللي كاينين في المدينة كنلقاو قوس النصر ديال الإمبراطور الروماني كاراكالا اللي تبنى سنة 217 ميلادية. هذا القوس ما كانش مجرد بناية عادية، ولكن كان معلمة اللي كترمز للقوة والنفوذ والازدهار ديال الإمبراطورية الرومانية في المغرب. هذه البناية تبنت تكريما الإمبراطور الروماني كاراكالا والأم ديالو يوليا تامنا، من بعد ما عفى السكان ديال فولوبيليس من الضرائب، وبعد ما وسع الحقوق المدنية لعموم سكان الإمبراطورية بما فيهم الناس اللي كانوا ساكنين في وليلي. من خلال القرار الشهير اللي تيمنح الجنسية الرومانية لكل الأحرار الإمبراطورية، هذه الخطوة كانت مهمة بزاف حيت زادت من الاندماج ديال السكان ديال المدينة للمستعمرين الرومان، وجعلات من فولوبيليس واحد المدينة اللي عندها مكانة مرموقة داخل الإمبراطورية. القوس كان تيطلع على المدينة وتيعطي لها واحد المنظر رائع وتشكل نقطة عبور مهمة في الشوارع الرئيسية. البازيليك كانت واحدة من أهم المعالم ديال المدينة، حيث كانت مركز القضاء ومكان محاكمة القضايا المهمة.
هذه البناية الكبيرة كانت كتحتضن الاجتماعات الرسمية والمحاكمات اللي تتنظم المجتمع وتتلعب دور محوري في تنظيم الحياة العامة. الناس كانوا كيجيو لهاد البلاصة باش يحضروا المحاكمات اللي تتصدر فيها الأحكام القضائية على القضايا المهمة، سواء كانت قضايا ديال الجرائم أو النزاعات اللي كانت كتوقع بين السكان. البازيليك ما كانش غير محكمة، ولكن حتى واحد المركز سياسي واجتماعي اللي كانت كتبين القوة والنفوذ ديال المدينة في ذاك الوقت. التصميم ديالها كان مميز بزاف، كان عندها أعمدة ضخمة وجدران عالية كتعكس الهندسة المتقدمة اللي كانوا كيعتمدوا عليها الرومان. الحجم الكبير ديال البناية كيعبر على الازدهار اللي عرفته المدينة في الفترة الرومانية. كانوا تيجيو ليها الناس من بعيد باش يتابعوا القضايا ويتعلموا القوانين الرومانية اللي كانت تتحكم في الحياة ديالهم اليومية. البازيليك كانت رمز ديال النظام والقانون، وكتعكس مدى القوة السياسية والاقتصادية اللي كانت عند وليلي في ذاك الوقت. بالنسبة للمعابد فهما كانوا كيلعبوا واحد الدور اللي مهم في الحياة الدينية والثقافية ديال السكان ديال المدينة. المعابد الرومانية ما كانتش غير مجرد أماكن العبادة، ولكن مراكز للتجمعات والاحتفالات الرسمية اللي تجمع الناس كاملين، وكانوا مخصصين لعبادة الآلهة الرومانية الكبار بحال جوبيتر إله السماء والبرق، فينوس إلهة الحب والجمال، وباخوس إله الخمر والاحتفالات. أحد أبرز المعابد اللي كاينة في فولوبيليس هو معبد جوبيتر اللي كان يمثل القوة الإلهية والسياسية ديال الإمبراطورية الرومانية. هذا المعبد كان كيتواجد في واحد المكان اللي استراتيجي وكيتميز بالهندسة الرومانية اللي كانت كتعتمد على الأعمدة العالية والجدران المزينة بالنقوش واللي كتحكي قصص الأساطير الرومانية. المعابد كانوا كيجمعوا ما بين الجانب الديني والسياسي، حيث الحكام كانوا كيديروا الطقوس الدينية باش يقويوا الشرعية ديالهم في الحكم. إلى جانب الآلهة الرومانية كانت حتى آلهة محلية تعبدوها السكان الأصليين الموريتانيين واللي هما الأمازيغ، بحال تانيت وبعل اللي كانوا كيجوا من التأثيرات القرطاجية، وكذلك آلهة رومانية أخرى مرتبطة بالطبيعة والخصوبة. هذا المزج الديني بين الديانات المحلية والرومانية تعكس التنوع الثقافي والديني اللي كانت كتعرفوا المدينة. من ناحية الطقوس الدينية كانوا كيهضروا بزاف على تقديم التضحيات واللي كانوا كيقدموا فيها الحيوانات قربان للآلهة، وكان الكهنة تيذبحوهم قدام الحضور وكيحرقوا الأحشاء فوق المذبح. ما نساوش نضيفوا أنه تم اكتشاف والتعرف على سيناغوغ بفضل الكتابات في مكان التواجد ديالها. بالنسبة للترفيه فهو كان عنصر أساسي ومهم بالنسبة للسكان، وكان كيعكس مستوى التحضر والرفاهية اللي كانت كتعيشهم المدينة. الأنشطة الترفيهية في فولوبيليس تغلب عليها الطابع الروماني، وكانت متنوعة وكترضي مختلف الطبقات الاجتماعية. واحد من أشهر أماكن الترفيه كان هو الحمامات العمومية. هاد الحمامات ما كانوش غير أماكن ديال النظافة، ولكن حتى مكان للاجتماع والاختلاط. الناس كانوا كيتجمعوا في حمامات فخمة مزينة بالبلاط والفسيفساء، وكان فيها أماكن للاستحماء بالماء الساخن والبارد، وكان فيها حتى غرف للتدليك والراحة. الحمامات ما كانش مجرد مكان للاسترخاء، ولكن حتى مركز اجتماعي، حيث الناس كانوا كيتجمعوا فيها تيتبادلوا الأخبار، تيناقشوا الأعمال، وأحيانا تيعقدوا حتى اجتماعات سياسية بشكل غير رسمي. هذا النوع من الحمامات العمومية كان كيؤدي دور كبير في حياة الناس اليومية، وكانوا كاينين في كل مدينة رومانية مزدهرة بحال فولوبيليس. من الأنشطة الترفيهية الأخرى كانوا كاينين الألعاب الرومانية اللي كانت كتدار في الساحات، وحتى العروض الموسيقية والمسرحية كان عندها بلاصة ديال الترفيه عند السكان. بالنسبة للوضعية ديال النساء في وليلي كانت متأثرة بالثقافة الرومانية اللي كان عندها قواعد اجتماعية صارمة في اللي تيخص الدور ديال النساء داخل المجتمع. بشكل عام النساء كانوا محدودين في الأدوار اللي كيقدروا يلعبوها، خاصة في المجال العام والسياسي، ولكن الوضع ديالهم ما كانش ثابت وكان تيتغير حسب الطبقة الاجتماعية والعائلات اللي تنتميوا لها. النساء اللي كانوا من العائلات الثرية والفخمة كانت عندهم وضعية مريحة نسبيا، كانوا كيعيشوا في ديور مزينة وكبيرة وكتبين الثراء ديالهم، وكانت عندهم الإمكانية ديال مزاولة أنشطة داخل البيت إلى جانب إدارة المنزل وتربية الأطفال، تنظيم الولائم والاجتماعات العائلية. بعض النساء من هذه الطبقة كانوا كيقدروا حتى يتعلموا القراءة والكتابة ويهتموا بالفنون والثقافة، ولكن النساء اللي كانوا كيعيشوا في الأسر الفقيرة كانوا كيخدموا في الحقول أو الحرف اليدوية بحال النسيج وصناعة الفخار. كانت عندهم حياة أصعب، وكانوا كيخدموا باش يوفروا الاحتياجات اليومية ديالهم وديال العائلات ديالهم. بصفة عامة النساء كانوا محدودين في حقوقهم القانونية والسياسية، وكانوا تابعين للرجال سواء كانوا آبائهم أو أزواجهم.
مع مرور الوقت وخصوصا مع سقوط الإمبراطورية الرومانية في النصف الأول ديال القرن الخامس الميلادي، فولوبيليس بدات تعيش واحد التراجع اللي كبير نتيجة لعدة عوامل اجتماعية اقتصادية وسياسية. وليلي عرفات بزاف ديال الحروب والهجمات، وهادشي ساهم في الخراب والنهب ديال المدينة، وحتى العوامل الطبيعية بحال الفيضانات والزلازل، وخصوصا الزلزال الكبير اللي كان نعرفوا المغرب في منتصف القرن 18 واللي كان المركز ديالو في منطقة لشبونة في التدمير ديال المدينة. هذا الزلزال كان قوي لدرجة أنه وصل للمغرب ودمر أجزاء كبيرة من وليلي. المعالم اللي بقات اليوم هي اللي قدروا الباحثين يعاودوا يرمموها في الحفريات اللي داروا في العصر الحديث. وليلي ماشي غير موقع أثري مهم، ولكن حتى واحد من مواقع التراث العالمي اليونسكو من 1997. هذا التصنيف كيأكد على القيمة الثقافية والتاريخية الكبيرة ديال المدينة على المستوى الدولي. اليونسكو كتلعب دور مهم في الحفاظ على الآثار اللي بقات، وكتساهم في استقبال الزوار اللي كيجيو من جميع أنحاء العالم باش يشوفوا هذا التراث العريق. وليلي ماشي غير موقع أثري اللي كيشهد على العظمة ديال الحضارة الرومانية في المغرب، ولكن حتى عندها دور كبير في تاريخ البلاد. مع تأسيس الدولة الإدريسية على يد المولى إدريس الأول، ولات وليلي العاصمة الأولى ديال أول دولة إسلامية مستقلة في المغرب، وهذا الشيء كيخلينا نفتخروا بالتراث المتنوع اللي جمع بين الحضارات الرومانية والإسلامية. رغم مرور القرون والتغيرات اللي عرفات المدينة، بقات وليلي شاهدة على التاريخ العريق اللي كيغني الهوية المغربية. هنا كتنتهي القصة ديالنا على فولوبيليس. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وتعرفتوا في هذه الرحلة على الحياة كيفاش كانت في وليلي في العصر الروماني. شكرا بزاف على المشاهدة، ما تنساوش ديروا لايك، تخليوا لنا تعليق وتابوناو في القناة باش ما تفوت لكمش الفيديوهات الجاية. إلى اللقاء في فيديو جديد.